أمطار وعواصف رعدية حاضرة بقوة في بعض الولايات الوسطى وتحذيرات جوية. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد. بخصوص الحالة الجوية المرتقبة اليوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، أجواء غير مستقرة مع تشكل سحب رعدية قد تعطي بعض الأمطار والزخات الرعدية المحلية القوية في بعض الولايات الوسطى والشمالية الغربية. نحن في متابعة ورصد آخر التطورات للنماذج الرقمية بخصوص الحالة الجوية المرتقبة بالجزائر خلال يوم الأربعاء 29 من أفريل. أمطار وعواصف رعدية متوقعة إن شاء الله على قسنطينة وبسكرة وجلفة وتيارته وبجاية وتيزوز وبرج بعريريج وبالعاصمة الجزائرية، وأجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. وتشير التوقعات للنموذج الأوروبي باستمرار تكونات رعدية قوية جدا على الولايات الوسطى والشمالية الغربية، مع أمطار وعواصف رعدية حاضرة بقوة خلال يوم الأربعاء مساء. أمطار غزيرة مرتقبة ببسكرة وتبسة وقسنطينة وبجاية وجلفة وتيارت والعاصمة الجزائرية والمشرية وهران وتلمسان ومعسكر وغليزان وعين دفلة وتبازة. وأجواء مستقرة جنوب الواحات وجنوب الصحراء. خلال يوم الخميس 30 من أفريل، أمطار غزيرة مرتقبة بإذن الله على المرتفعات الجبلية. بخصوص التوقعات لدرجة الحرارة، ارتفاع كبير في درجة الحرارة في بعض الولايات الوسطى والجنوبية، وتتراوح درجة الحرارة ما بين 38 إلى 40 درجة مئوية جنوب الواحات وجنوب الصحراء. خلال يوم الجمعة إن شاء الله أمطار وعواصف رعدية غزيرة ومرتقبة بإذن الله على بسكرة وتبسة وقسنطينة وبجاية والجزائر العاصمة وسقهراس وعنابة وجيجل وبجاية وولاية الطارف ومعسكر وغليزان وعين دفلة وتبازة. وأجواء مستقرة جنوب الواحات وجنوب الصحراء. أمطار حاضرة على تبتة وخنشلة وباتنا وبريكة وبسكرة وجلفة وتيارت وتلمسان ومعسكر وغليزان وعين دفلة وتبازة وبالعاصمة الجزائرية. تشير التوقعات للنموذج الأوروبي باستمرار أمطار وعواصف رعدية حاضرة بقوة إن شاء الله.